السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بوصفة المعمول هشوش يذوب في الفم وبحشوتين مختلفين. لهنا بالنسبة للعجينة عندي 500 غرام زبدة طرية فريمون طرية، حطيت عليها 250 غرام سكر أرطب سكر ناعم. هنا اللي تحب تعمل نصف الكمية تقسم كل شيء على 2. بيان سور السكر لازمكم تغربلوه. لهنا تمزجوهم مليح كما تشوفوا. لهنا بعد ما مزجتهم انا كل كريمه راح نحطوا معاهم 4 صفار بيض، 4 صفار بيض. راح نحطوا معاهم الرشه الصغيره تاع الملح، انا دائما الملح تاعي تبع. راح نحطوا ملعقه مليحه من الفانيليا، اللي ما عندهاش الفانيليا تحط سكر فاني، وملعقه ايضا مليحه من قشور الليمون اللي كنا عملناهم مع بعضنا في وصفه مركز الليمون وخبيناهم في المجمد، يعني مغرف كبير. راح ينكهها ياسر مليح. نخلط المزيج تاعي بيان حتى يتجانس كل شيء مع بعضه. يمكن نخلطوا حتى بالآلة. لهنا عندي 2 ملاعق كبار كما راكم تشوفوا مليانين تاع نشا، 2 ملاعق اكل نشا مليانين. نخلطوهم دوكا راح نبدا نضيف الفارينه تدريجيا. هنا كلات لي تقريبا اكثر من كيلو، بالك كيلو هكا وشويه ماشي بزاف. انا راح نبدا نستعمل في يدي. اذا هنا نبدا نلم في الفارينه تاعي في العجينه تاعي عفوا، غير بشويه ما نعجنوش كما العاده. قلنا الحلويات ما يتعجنوش، تعجنوهم يجيكم يابس. مع كميه الفارينه راح نستعمل ملعقه قهوه كما راكم تشوفوا تاع خميره كيميائيه. ما تكتروش الخميره باش ما يتفلق ليك، ما يتفلقش ما يتحلش الفول. اذا راح نلم العجينه تاعي مليح وتجي عجينه طريه. دوك نوريكم لهنا راني جوست تقص لي باك، دوك نوريكم العجينه كيفاش طريه. اذا انا لهنا كورتهم هما والدقله تاعي يعني الغرس تاعي. راح نستعمل 3 مول مختلفين، والمول هذا تاع الصابلي. بالنسبه للكويرات وزنتهم تقريبا 20 غرام، هي كل مول والوزن تاعو. والكريات تاع الدقله فوالا كيفاش لهنا العجينه تكون طريه ما تكونش يابسه. والكريات تاع الدقله تاعي بين 9 7 هكاك، باسكو كيما قلت لكم كل مول والحجم تاع العجينه اللي يديها. تبعوا معايا الطريقه وانا نشرح لكم. بالنسبه للدقله مفوحه حطيتها 2 لانولوز، عجنتها مليح بطرف ماء زهر وزيت زيتونه، واستعملت الزيت باش كورتها باش ما تلصقليش في يديا. لهنا باش تعرفي القياس تاع المول تاعك، هزي كميه من العجينه حطيها في المول سوا وزنيها، ومن بعديك مثال جاتك 25 غرام اعملي باغ اكزومبل 20 غرام للعجينه و5 غرامات للحشو، والا مثال فهمتي كيفاش تقسمي. دائما الحشو يكون اقل من العجينه باش العجينه تقدر تغلفي بها الحشو تاعك. كما شفتوا انا لهنا المول تاع القلب تاعي ما عملتوش كامل باسكو كي جربته يجي بزاف كبير، راح يحمر لك، يقدر يحمر لك من برا وما يطيبلكش من الداخل. دونك انا نقصت في الحجم تاعو. لهنا المثلث هذا ومخاسي يدي لي واحد 23 25 غرام. انا جست لهنا وريت معكم هذه، بعديك كل وحده عملت لها الوزن تاعها وحده. انا هنا راني غير نوري لكم فقط. اذا هذه كانت الحشوه الاولى تاع الدقله. دوك تشوفوا دوك على هنا لو مول تاع الصابلي النوعيه هذه
كيفاش راح نستعملوه يخرجها تاني بزاف مليحه. كما تشوفون هنا الطريقه راهي تشرح نفسها. نكور وكي تغمسوا في الفرينه راح تكون براتيك من انكم كل مره ترشوا اللومول تاعكم. شوفوا كيفاش لهنا ورايحين نخرجوه عادي. ولومول هذا تاع الصبلي فيه ياسر اشكال يعني يساعد على الكيف كيما تشوفوا. نورمال كي تخرج لكم هذيك طرف الدقله يعني عادي. لهنا اللي تحب تنقص في كميه الحشو تنقص. انا نحب كي ناكل المعمول نسوحه بالحشو اكثر من العجينه. درك بالنسبه للوسط هذاك دهنته شويه بيض وحطيت له شويه لوز افيلي مكسر. دوك انا التزيين اختياري. تحبوا تخلوها كيما كيك، تحبوا تحطوا يعني لوز كامل، تحبوا تحطوا كعبه زوزه، تحبوا من بعد تزينوه بالشوكولا. هنا التزيين راهو اختياري لكن انا المول هذاك عجبني بزاف. الوغ لهنا نتعداو للحشوه الثانيه. عندي 3 كيلات لوز ابيض مرحي ناعم معاهم كيلة سكر رطب. هنا الكيلة تاعي انا نقصت فيها شوي باش يجيني اللوز تاعي سوا. لهنا واش راح نستعمل معاه؟ عندي ملعقه كبيره تاع لوزيست تاع سيترون مبشور القارص اللي كيما قلت لكم كنت مجمداتو. راح نلم لافارس تاعي بالماء الزهر. نبدا نعجن فيها اوليا يعني نلم فيها مليح. تقدروا تستعملوا حتى السكر العادي. انا استخدمت سكر الارطب يعني باش نسهل عليا باش نلقاه ذايب في ساعه. ولهنا في الاخير راح نزيد ملعقه تاع السمن. تحبوا تزيدوا الزبده، تحبوا تزيدوا المارغرين كما تحبوا، لكن انا استعملت السمن باسكو ينكه اكثر ودبلوس ما فيش الماء ما فيش الحليب. اذا راح نلم العجينه تاعي. ولهنا الزبده والا السمن راهم يطريوا لكم الحشو. وكما نعرفوا ايضا لزاز تاع سيترون يمشي بزاف مع اللوز. اذا نكمل انا هكا ونعمل لهم كويرات هما والعجينه. بالنسبه لهنا وسي عملت كويرات واحد العجينه 20 وهذيك بقيله 7. استخدمت لومول تاع السيليكون هذا المشرشف. انت استخدميوش حبيتي. اللي ما عندهاش تنجم تعمل بالنقاش عادي يعني. انا هنا حبيت نعمل بزاف الاشكال بنفس الطريقه. نحل العجينه في كف يدي، نحط الحشو. الفور تاعي راه يسخن من الفوق ومن تحت على 160 درجه. انا الفور تاعي سخون كي نحط له 160 ديجا مليح. كل وحده تعرف الفور تاعها. ورايحه نحطه في المول سيليكون ديريكت. هنا ما نحتاجوش الفارينه باسكو نعرفوا السيليكون في ساعه يخرج الحاجه. لهنا تحبوا ما تعمروهمش يعني للاخر، ما تعمروهمش باسكو راح ينفجوا. انا خليتهم باش تجيني الحبه شويه كبيره. زينتهم في الاخر بشويه شوكولا هكاك تزيين اختياري. لهنا هذا المعمول تاعي خليته سامبل ما حبيش نحط له السكر جلاس. تحبوا تزينوه انتم برشه سكر جلاس زينوه. دائما نقول يعني التزيين راه اختياري. راح نقسم لكم بالسكينه باش تشوفوا الحشو من الداخل. صدقوني راه هشوش خفيف على الاخر ومنكه بالبيان. اذا كيما شفتوا هذه والحشوه تاع اللوز ايضا راح تجي ياسر بنينه. اذا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم ما تنساوش تدعمونا وتشتركوا في القناه والى وصفه اخرى ان شاء الله.